الأخ الرئيس، بعض ساعات الواحد يسأل نفسه يقول احنا استفدنا من الاحتلال العراقي ولا ما استفدنا؟ أنا أعتقد ما استفدنا. وجهت سؤال حق وزير الداخلية وقلت له تم تعيين 2 خوات من الجنسية الإيرانية في إدارة من أهم الإدارات وهي مركز المعلومات، ومركز المعلومات يحتوي على معلومات مهمة عن الكويت وعن أمور أخرى كثيرة. طبعا الوزير ما قصر بسرعة الإجابة، بس يا ريته ما جاوبني. شو يقول لي وزير الداخلية؟ ليش عينت إيرانيات في هذا الموقع؟ يقول والله احنا تقدمنا بإعلان وما حد تقدم من المواطنين. والله الحين ديوان الخدمة بناتنا واولادنا ينطرون الدور بالآلاف في الحاسب الآلي، ما لقيتوا حد تقدم. الشيء الثاني والحقيقة يعني كنت أتمنى أنه ما يجيب هذا الجواب، أنه قال لي أنهم موظفات عاديات ما لهم علاقة في المعلومات السرية. أنا عندي كتاب من وزارة الداخلية من داخل مركز المعلومات يحتوي على الخوات، واحدة تعمل مشق الحاسب، الوظائف الموكلة إليها تنفيذ إجراءات الدخول والخروج ونظام سرية المعلومات. ماخذ نظام سرية المعلومات، الكويتيات اللي موجودين داخل المركز ما عندهم هذا النظام. لا، والطامة الكبرى الأخت الثانية مشق الحاسب، ايش معطينها؟ معطينها تنفيذ إجراءات تنفيذ الأحكام والسجون. يعني هذه الإيرانية عندها تنفيذ لأحكام السجون، وتقول لي شلون يطلعون بعض المتهمين يهربون من داخل السجن. فأنا أقول لوزير الداخلية، أنا أثق أن أنت يمكن غيبت عن هذه المعلومات، لكن شنو الإجراء الحين اللي بتسويه؟ لأن أنت جيت وعطيتني إجابة والإجابة غير صحيحة، وأنا عندي ما يثبت أن إجابتك غير صحيحة. إذا كان المسؤولين في مركز المعلومات غيبوا عنك المعلومات فهذه مشكلة، وإذا سكت عنهم فالمشكلة أكبر. فأتمنى أنك تعالج الموضوع بأسرع وقت ممكن. شكرا أخ الرئيس.